تعالوا النهاردة أوريكم ازاي تعملوا عشا خفيف سهل كده وبسيط بدون تعب وبدون عجن وبدون مجهود. النهاردة هنعمله كده بحاجة خفيفة نسميها بقى جوع آخر الليل أو سناك كده ما بين الوجبات. بجد طعمها خطير. يلا بينا على طول نبدأ. هنا أول حاجة معايا العيش الفينو، ممكن تستخدموا عيش فينو أو أي عيش زي ما أنا استخدمته كده، زي العيش اللي أنا استخدمته. وهتفتحوه كده بالطول، يعني هتجيب الرغيف وتفتحوه كده بالطول. هنا بقى نعمل بقى كريمة كده سهلة كده وبسيطة. معايا كده حوالي راس توم كده كبيرة فصصتها، وبعد كده ضفت عليها حوالي ربع كوباية كده من زيت الزيتون، يعني 5 معالق كبار كده من زيت الزيتون، وحطيتها على النار. بس أهم حاجة تخلي بالكوا علشان التوم ما يتحرقش معاكوا وياخد لون. هحتاج كمان 100 جرام من الزبدة. هزود كمان حزمة صغيرة من البقدونس، أنا هنا قطفتها وخدت الورق بس. احنا مش محتاجين العيدان، يعني احنا هناخد الورق بس بتاع البقدونس. وهنزود كمان معلقتين كبار كده من اي نوع جبنه مبشوره عندكم. انا زودت جبنه برمجان، انتوا ممكن تزودوا كمان لو عندكم جبنه رومي مبشوره او اي نوع جبنه متوفر عندكم. هاخد بقى كده كل المكونات دي كلها في الكبه. خدت التوم بالزيت، اهم حاجه ما نصفيش التوم من الزيت لان الزيت واخد نكهه التوم. وضفت بقى الجبنه المبشوره، وزودت كمان معاها الزبده، وكمان زودت البقدونس. ضربتهم بقى كلهم في الكبة كده لغاية ما هو معايا زي كريمة. شايفين بقى هي هتتضرب معاكم وهتبقى زي كريمة كده. بجد طعمها وريحتها خطيرة. انتوا ممكن على فكرة تاكلوها كده، يعني تحطوها على توست وتاكلوها كده. طعمها جميل جدا. هنا بقى انا جبت العيش زي ما قلت لكم، ممكن تستخدموا عيش فينو او اي عيش متوفر عندكم زي اللي انا استخدمته. وهبتدوا بقى توزعوا الكريمة على الوش كده، هتحطوا حوالي معلقتين 3 كده من الكريمة، وتبتدوا توزعوها على العيش كده من فوق. انا ما ضفتش طبعا ملح، عشان زي ما انتوا عارفين الجبنة او اي نوع جبنة مبشور زي الجبنة الرومي او الجبنة البارميجان بيكون فيه نسبة ملح. فاهم حاجة ان انتوا لو هتضيفوا ملح هتزودوا ملح يبقى لازم هتدوه الاول، وما تكتروش من الملح عشان ما تطلعش معاكم ملح. وتظبطوا بقى نسبة الملح طبعا، يعني اكيد بتبقى حسب رغبتكم او حسب الذوق. وممكن كمان تزودوا رشة كده من الجبنة، يعني لو بقى معاكم شوية جبنة كده مبشورة زي الجبنة الرومي أو الجبنة اللي انتوا هتستخدموها، رشوا كده رشة كده بسيطة كده، يعني حوالي كده معلقة كده كبيرة على الوش. هتديها طعم حلو جدا مع الكريمة كمان اللي احنا حاطينها. وفي الاخر بقى هندلعها كده بشوية جبنة موتزاريلا. ونكون طبعا مشغلين الفرن قبلها، بس هي مش بتاخد وقت خالص في الفرن، هي مجرد بس ان احنا هندخلها والجبنة الموتزاريلا ان هي تسيح. يعني هي كده كل حاجة مستوية فيها، هي مش محتاجة يعني ان هي تقعد كتير في الفرن. اول بس ما الجبنة تسيح هنطلعها على طول. هتاخد معاكم حوالي 3 4 دقايق كده في الفرن زي ما قلت لكم، مجرد بس الموتزاريلا هتسيح ونطلعها على طول. تعالوا بقى نعمل صوص خفيف كده بسيط. لو حابين يعني ان هي تكون شويه مشطشطه او سبايسي، معايا كده معلقتين كبار من زيت الزيتون. وهضيف كمان معاهم معلقه كده صغيره خالص، او يعني قرنين صغيرين كده من الشطه المجففه. انا طحنتهم كده وضفتهم مع الزيت. الزيت مع الشطه هيديوها طعم حلو جدا. اول بقى ما تطلع من الفرن كده، هنضيف بقى على الوش رشة كده بسيطة من البقدونس. شايفين بقى الريحة والجمال، مش قادرة اوصف لكم بجد ريحتها عاملة ازاي. شوية كده بقى رشة خفيفة من البقدونس المفروم. وبعد كده زودت كمان معلقة كده معلقتين على الوش من الزيت والشطة اللي احنا عملناهم. ده اختيار لو انتوا حابين يعني ان هي تكون مشطشطة شوية. شايفين بقى الجمال، سامعين بقى صوت القرمشة. خطيرة بجد، طعمها جميل جدا وكمان سهلة، يعني نقدر نقول عليها بقى جوع آخر الليل أو سناك كده ما بين الوجبات. أو لو انتوا بقى زهقانين من الأكل وعايزين تاكلوا حاجة كده خفيفة وسهلة ممكن تجربوها. وبس كده، أتمنى يكون فيديو النهاردة يكون عجبكم، وبألف هنا، وأشوفكم تاني على خير، وباي باي.